ده موبايل من اقوى الموبايلات الموجوده في الفئه المتوسطه دلوقتي، موبايل فعلا بمواصفات جباره قياسا بسعر. ايوه انا كلامي هنا على الاوبو رينو 11 الجيل الجديد من سلسله رينو يا معلم. وبما ان الموبايل ده من سلسله الرينو يا معلم فانت خليك متاكد انك هتاخد موبايل ممتاز. معانا النهارده الرينو 11 والرينو 11 برو، اجدد موبايلين من شركه اوبو. والله عايز موبايل سعره فوق موجود، عايز موبايل سعره حنين موجود برضه. اوبو مدلعانا من الاخر. وكعاده كل فيديو هنتكلم طبعا عن كل حاجه تخص الموبايلين دول، وهقول لك على سعرهم في اخر الفيديو اكيد. ولو انا مكانك فعلا هل هشتري موبايل فيهم ولا لا؟ اقدر اخوك بلايك وسبسكرايب. من غير كلام كتير كده يا معلم يلا بينا نبدا. خلينا نبدا بالنسخه الاكبر، نسخه البرو. مبدئيا محتويات العلبه جايه بشكل كامل، جراب بريميوم جدا وسلك يو اس بي تايب سي، وكمان راس الشاحن موجود. اللي هو انت مش هتصرف اي حاجه زياده على سعر الموبايل ده. المهم خلينا نشوف ديزاين الموبايل ده بيقول جامد بجد، ديزاين فعلا مصروف عليه. الوان الموبايل كلها فعلا حاجه مبهره باستثناء اللون ده فوق الجامد حرفيا، وده اللي اتعودنا عليه خلاص في سلسله الرينو. ودي كعاده اوبو الحقيقه انها تقدم لنا ديزاين محترم. موبايل كيرف من كل الاتجاهات، حاجه اكيد بتميز شكل الموبايل، ومسكته في الايد مريحه جدا يا معلم، يعني دي حاجه مهمه اكيد. حتى لوجو هنا ما اتضافش بشكل عشوائي، والظهر هنا طبعا من الازاز ومفيش بقى جو البصمات اللي ممكن تحصل في اي موبايل تاني ده. اوفر اول الديزاين ممتاز. وفي الشاشه استغلوا حواف الشاشه هنا بطريقه رهيبه، الحواف قليله نسبيا وحجمها من كل الاتجاهات واحد. الشاشه هنا اوليد 120 هرتز دايناميك فريش ريت، ودرجه السطوع بتوصل ل 1600 نتس، وبتدعم كل التقنيات اللي تقريبا محتاجها في اي شاشه موبايل. خاصيه الاون ديسبلاي اختصارا كده تقنيه الاتش دي ار 10 بلس، وبتدعم اكتر من مليار لون. شاشه بفريش ريت عالي، لو بتسكرول فعلا هتشوف سلاسه مش طبيعيه. التجربه الفعليه للشاشه هنا ممتازه، تشبع الالوان رهيب، السطوع ممتاز، ودي اهم نقطتين ممكن تركز عليهم في اي شاشه موبايل. بالمناسبه انت هتشوف الموبايل ده تحت الشمس كويس جدا، مش هيواجهك اي مشاكل في النقطه دي لان فعليا رقم النتس عالي، والبصمه كعاده اوبو ممتازه وما فيهاش اي مشاكل. بالنسبه للمعالج للنسخه البرو مستخدمين معالج الدايمنستي 8200، بيجي مع 12 جيجا رام وذاكره تخزين على حسب الموديل اللي هتختاره، بس هو تقريبا بيبدا من 246. معالج قوي جدا الحقيقه ويعتمد عليه فعلا، ومن افضل المعالجات الموجوده حاليا. مفيش بقى لاج انيميشن ممكن يحصل معاك او الحاجات اللي ممكن تضايقك دي. موبايل سلس في كل حاجه، حقيقه تجربه الاستخدام هنا كامله. البروسيسور مع السوفت وير بجد هتاخد ميكس محترم جدا، واكتر من فيتشرز موجوده في السوفت وير ده الحقيقه رهيبه جدا. وبالنسبه للرام 28 ابلكيشن في الباك جراوند عادي، وطبعا هتتنقل ما بينهم ومفيش اي مشاكل هتواجهك في الموضوع، وده على حسب كلام اوبو. المهم انت هتلعب ببجي على اتش دي ار على فريم ريت اكستريم، وعندك اوبشن الالترا اتش دي ار وسموث وفريم ريت اكستريم. السيتنج هنا كويسه جدا الحقيقه، بس للاسف ما عندكش اوبشن 90 فريم، واعتقد ان المعالج ده يقدر يشغل ال 90 فريم عادي، اعتقد مش متاكد الحقيقه، واكيد ده لو حصل هيحصل في ابديت ساعتها. وعايز اقول لك ان تجربه اللعب هنا سلسه جدا، مفيش طبعا دروب فريم او جلتشات بتحصل، بجد مفيش الكلام ده. ومعظم الجيمز بتستغل الفريش ريت علشان تديك افضل تجربه لعب. هو اكيد الموبايل هيسخن بعد فتره من المهام الثقيله، الجيمز بقى والكلام ده، لكن غير كده لا. حتى لو الموبايل سخن معاك بعد فتره من الاستخدام عادي هتقدر تكمل شغلك عليه، مش السخونيه العاليه اللي تخليك تسيب الموبايل بحيث انك تريحه شويه وبتاع، فاهم؟ لا مفيش الكلام ده، لان تبريد اوبو الحقيقه دايما على وضعه. المهم خلينا نتكلم على السماعات اللي موجوده في الموبايل ده. السماعات هنا للاسف مونو سبيكرز مش ستيريو، هو شيء غريب جدا الحقيقه. اللي هو ال11 العادي جايب نوع سماعات ستيريو مش مونو، البرو جايب نوع سماعات مونو، والعادي جايب نوع سماعات ستيريو. يخرب بيت الضحك بجد. المهم في نوع من انواع التضحيه في النقطه دي، يعني خلينا صريح معاك، بس ده طبعا مش معناه ان صوت السماعات هنا مش كويس، لا طبعا صوت السماعات عادي فاهم، واضح ونقي وقوي الحقيقه، بس اكيد مش هتكون بنفس جوده السماعات الستيريو. مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي، ومعظم الموبايلات اللي موجوده في الفئه المتوسطه جايه بنفس السيستم ده. بالنسبه للبطاريه فالبطاريه هنا 4600 ملي امبير اور، اكيد مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي كساعه، ولكن السوفت وير هنا بيقدر يثبت الموضوع ده جامد، وفعلا هتكمل معاك اليوم مرتاح. على شاحن جاي في علبه الموبايل بقوه 100 واط، بس الموبايل هنا بيدعم معدل سرعه شحن 80 واط بس، هيشحن معاك البطاريه من 0 ل 100% في 28 دقيقه بس تقريبا، لان سرعه الشحن هنا قويه فعلا، وسعه بطاريه قليله الى حد ما، فالدنيا معاك هتبقى كويسه جدا في نقطه البطاريه. بالنسبه للكاميرات فاتاكد انك هتاخد تجربه كاميرات ممتازه كعاده اوبو، لانها فعلا معروفه بده، خاصه سلسله الرينو دايما فعلا بتتميز بالكاميرات. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه 32 ميجا بكسل تليفوتو، وكاميرا ثالثه 8 ميجا بكسل، مستشعرات من سوني طبعا، والكاميرا بتديك 2 اكس اوبتيكال زوم، بجد هتاخد تجربه كاميرات ممتازه. تفاصيل الصور ومعالجه الالوان فعلا بتطلع بصوره مش طبيعيه، لا قصدي انها مميزه فعلا، وديناميك رينج مظبوط جدا، وصور بروفيشنال فعلا. نتائج الكاميرا فعلا ممتازه ويعتمد عليها، ومش عندي اي كومنت عليها نهائي. والبورتريه هنا ممتاز جدا الحقيقه، ضد الاطراف مميز، ستيل اهتمام اوبو باداء كاميرا البورتريه هنا ملحوظ جدا. نفس الكلام ينطبق على الاضاءه الليليه، الصور شارب والنويز فيها قليله جدا. بالنسبه للكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل بالاضافه للاوتو فوكس، السيلفي هنا ممتاز جدا الحقيقه، وبجد من احسن الموبايلات اللي ممكن تستخدمها تطلع لك نتائج من كاميرا سيلفي محترمه. في كل الاوضاع فعلا هتطلع بها نتائج مبهره، الوان وسكين تونز ممتازه من اوبو الصراحه. الموبايل هنا بيصور معاك لحد 4K 30 فريم في الثانيه، كاميرا اساسيه او اماميه عادي، اوبشن احيانا بنفتقده في الفئه السعريه دي او في معظم الموبايلات عموما. وعندك اوبشن 1080 60 فريم في الثانيه اكيد. عندك
عندك AR سنسور للتحكم في الاجهزه الالكترونيه، ممكن تستخدمه كريموت شاشه تلفزيون او تكييف مثلا او اي جهاز الكتروني عموما، والابلكيشن هنا عادي بيدعم اكتر من براند. المهم الموبايل ده سعره كام بقى يا معلم؟ الرينو 11 برو سعره هيكون 2099 درهم، يعني حوالي 571 دولار، وهيبدا بيعه في 11 يناير تقريبا. وفي الفتره دي هنبدا نستفيد باكتر من هدايا موجوده مع الموبايل. نيجي بقى للموبايل اللي انا شايفه الصراحه مثالي جدا، واللي تقريبا موجود في كل حاجه انت ممكن تحتاجها من النسخه البرو، بس بسعر اقل شويه. عندك يا باشا من نفس السلسله دي ال11 العادي، في اوبشنز الحقيقه مهمه جدا موجوده في العادي مش موجوده في البرو، وده انا استغربته لان فعلا النسخه البرو متفوقه دايما في كل حاجه. تعال نشوف الاختلافات اللي ما بينهم. العلبه جايه بشكل كامل بنفس شكل الجراف، اسكيب للنقطه دي، نفس شكل الديزاين بتاع النسخه البرو مع اختلاف حجم الكاميرات. واول اختلاف معانا ان الخامات هنا من البلاستيك، مش بيبسم تماما، دي حاجه مهمه جدا. هو بلاستيك بس تحس ان هو مصروف عليه، والصراحه دي مش جديده من اوبو. دايما اوبو تميز موبايلاتها بنقطه الديزاين دي، خاصه في سلسله الرينو. موبايل اكيد اضخم لان جاي بسعه بطاريه اكبر من اخوه الكبير. بطاريه الموبايل ده 5000 ملي امبير على عكس اخوه الكبير اللي جاي ببطاريه 4600 ملي امبير، ودي نقطه لصالح ال11 العادي. اكيد بطاريه هتكمل معاك اليوم مرتاحه بجد، مش هتواجه اي مشكله في النقطه دي. مع سرعه شحن كام يا معلم؟ 67 واط، اكيد معدل اقل من المعدل اللي جاي مع النسخه البرو، بس ستيل سرعه الشحن هنا قويه جدا. نقطه كمان ما فيش فيها اي اختلافات بين الموبايلين، وهي نقطه الشاشه. الشاشه هنا اولد 120 هرتز مع تقنيه ال HDR10 بلس، ونفس مستوى السطوع تقريبا 960 نتس، او غالبا مستوى السطوع هنا اقل، مش فاكر الصراحه، بزق معايا الدنيا. الشاشه هنا جايه بحجم 6.7 انش الحجم الطبيعي، ونفس ديزاين الشاشه، شاشه كيرف بنفس نسبه الحواف، مفيش اي اختلافات في النقطه دي تماما. فال11 العادي وال11 برو جايين بنفس اداء الشاشه من حيث كل حاجه. وفي اوبشن هنا مهم جدا مش موجود في النسخه الاكبر، النسخه البرو، وهي نقطه السبيكر. صوت السماعات في ال11 العادي ستيريو سبيكر، عكس ال11 برو اللي جاي بنوع سماعات مونو. ايوه انت سمعت صح فعلا، ال11 العادي جاي بنوع سماعات ستيريو. ده معناه ان احنا هناخد تجربه افضل من حيث كل حاجه، صوت عالي وواضح ونقي، والصوت المحيطي تمام، مفيش مدخل سماعات ال 3.5 مللي. وده اول اختلاف ما بين الموبايلين. ثاني اختلاف هيكون نقطه المعالج، واكيد البرو هيكون اقوى، يعني ما تتوقعش حاجه غير كده. رينو 11 العادي جايبه معالج اقل في الاداء من البرو، وهو الدايمنستي 7050 6 نانومتر، نفس اداء المعالج ال 778 جي او اقل منه نسبيا. المعالج ده منتشر بطريقه رهيبه جدا في الفئه المتوسطه. 11 هيقدم لك الاداء اللي انت منتظره في الفئه المتوسطه، وفي المهام اليوميه هيقدم معاك جدا. اوبشنز الموبايل هنا في بابجي هتشتغل معاك على HDR او سموز واكستريم، الاوبشنز يعني اللي متعودين عليها في الفئه المتوسطه. ولكن خليني صريح معاك واقول لك ان اداء المعالج مش هيكون اقوى حاجه في فئته، ده بالنسبه للفئه السعريه دي. بس حتى لو المعالج مش اقوى حاجه، فمع الكالر او اس الموضوع يختلف تماما. واجهه اوبو الجديده الكالر او اس 14 بجد الموضوع هيبقى سلس جدا، ونقطه السوفت وير دي الحقيقه بتميز اوبو جدا. عايز اقول لك ان اي مستخدم حرفيا من اوبو او المعظم، عشان ما افورش بس في النقطه دي جامد، اي حد بيستخدم موبايل من اوبو فعلا بيرتاح معاه جدا. يعني حتى لو هو حابب ان هو يغير موبايل من المستقبل مثلا، برضه هيتوجه لموبايلات اوبو. يعني بعد استخدامه لفتره طويله جدا من الموبايل يقول لك لا انا محتاج موبايل تاني يا معلم بس يكون من اوبو. وانا معاهم جدا في الحته دي الحقيقه، لان فعلا الموبايلات بتقعد لفتره طويله جدا من ادائها الثابت. موبايلات فعلا ثابته على مبدأها، يعني حتى لو في لاج في اوائل استخدامك للموبايل مش هتتفاجئ فيما بعد بحاجه ممكن تحصل في الجهاز معاك. اللاج انيميشن ممكن يحصل معاك، او الحاجات اللي ممكن تضايقك دي عموما. اداء موبايلات اوبو فعلا مستقره لابعد حد. واضح قدام ان الموبايل تقريبا هيفصل، ولو فصل دلوقتي هتبقى كارثه. عارف هي تقريبا اوبو بتمسي علينا، ده موبايل اصلا من اوبو. اعتقد ان كل حاجه كده تمام. نرجع لموضوعنا، الكاميرات بقى يا معلم. عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه 32 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل. الصور برده يعتمد عليها جدا سواء الاساسيه او الاماميه. تجربه الكاميرات بجد كويسه. بالنسبه لكاميرا السيلفي هنا 32 ميجا بكسل هتطلع بقى نتائج كويسه جدا الحقيقه، واكيد هتكون اقل من النسخه الاكبر، ده متوقع وفي الواقع كمان. يعني البرو افضل في حته السيلفي دي الحقيقه. اوفر اول الكاميرات فعلا يعتمد عليها جدا، تقدر تصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه، نفس الاوبشن اللي موجوده في البرو. والسيلفي كمان 4K 30 فريم في الثانيه، شيء نادر لان مش كل الموبايلات الفئه المتوسطه بتدعم الاوبشن. الموبايل هنا بيدعم شريحتين اتصال، ومفيش دعم الكارت ميموري. موبايل فعلا مناسب جدا لكل المستخدمين. مفيش في الموبايلين شهاده معتمده للميه والغبار، يعني ما تقدرش تعتمد عليهم قوي في حته انك تحطهم في الميه دي تماما. سعر الموبايل ده 1599 درهم، وهيبدا يتباع في 11 يناير مع اكتر من حاجه تستلمها في اول فتره. يعني لو اشتريت الموبايل ده في اول اسبوع، يعني اللي هو هينزل يوم 11، انت لو اشتريته في اول اسبوع تاخد 12 شهر ضمان على الموبايل، 12 شهر على السكرين بروتكتور، وسماعه من اوبو كهدايا. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا فعلا، وهي ان موبايلات اوبو فعلا موجهه لكل المستخدمين. يعني مش متوجهه مثلا لواحد مهتم بالجيمز او واحد مثلا مهتم بحته الكاميرات، لا هي فعلا موبايلات اوبو شامله لكل حاجه. ممكن التنازل الوحيد اللي موجود في البرو هو نوع السماعات. كنت اتمنى الصراحه انها تنزل بنوع سماعات ستيريو، بجد كانت هتنزل تجربه الموبايل ده لحته ثانيه. وسعه البطاريه يعني شايف انها قليله شويه، بس مع سرعه الشحن اللي بتقدمها اوبو اعتقد مش هيكون عندك مشكله في النقطه. نسخه ال11 الحقيقه ممتازه جدا برضو، ميكس محترم جدا من اوبو الحقيقه. يمكن التنازل الوحيد اللي حصل في الموبايل ده هي نقطه المعالج اللي اقل شويه من المنافسين، بس اوفر اول صفقه فعلا ممتازه وتستحق الشراء فعلا، سواء العادي او البرو. بس العادي من وجهه نظر انا فعلا هو اللي يستحق فعلا الاهتمام اكتر،
لان الاختلافات بسيطه جدا مقارنه بالبرو، ويمكن يكون الاختيار الانسب والصح. تقدر تشتري الموبايلات دي من المتجر الرسمي لاوبو في الامارات او اي موزع معتمد في 11 يناير. بس كده يا معلم، ده كان رايي في الموبايلين. استنى رايك انت كمان تحت في الكومنتات، تقول لي ايه رايك في الموبايلين دول وهل يستحقوا الشراء فعلا ولا لا. محتاج رايك جدا. اشوفك الحلقه الجايه على خير باذن الله. بيس.